صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226. لكل اللي عم يسمعونا عبر التردد 103.5 واللي عم يشوفونا وعم يشاهدونا عبر البث المباشر راديو بير وبير عربي على صفحة الإذاعة، بنقول لكم مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح أكون أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون. ضيفي بالاستديو الدكتور علي تاج الدين، اختصاصي بأمراض القلبية. زملائي بالكنترول هيف وشيرين على البث المباشر والكنترول. بنرحب بضيفنا الدكتور علي تاج الدين، بنقول له مساء الخير دكتور. خير، اهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور بدنا نقرب المايك شوي لحتى او تحاول تقرب على المايك مشان جودة الصوت. رح نحكي اليوم هيك عن موضوع مهم كتير، ربما يعني بيصدق مع كتير من الناس لكن بيأهملوا حالهم. رح نحكي عن الذبحة الصدرية. شو هي كمصطلح عامي او مصطلح طبي؟ اكيد الدكتور رح يوسع لنا اياها كتعريف، اعراضها، اسبابها، عوامل الخطوره، وكثير من المحاور اكيد رح نناقشها مع ضيفنا الدكتور علي تاج الدين. فيكم تنضموا لنا عبر الاتصال بالرقم الارضي 429 101 او عبر رساله عبر البث المباشر راديو بير وبير عربي، اكيد رح نجاوب على اسئلتكم. بدايه دكتور، الذبحه الصدريه كمصطلح علمي او هي عامي شو معناتها؟ هلا الذبحة الصدرية أو الأنجينا هذه طبعا نوع من أنواع نقص التروية القلبية. نقص التروية القلبية طبعا في له 4 مراحل. المرحلة الأولى اللي هو الأتروسكليروزيس أو العصيدة اللي بيصير بالشرايين الإكليلية اللي بتغذي عضلة القلب. طبعا عضلة القلب هي العضلة اللي بتوزع الدم الغني بالمواد الغذائية لكافة أنحاء الجسم. كمان مشان استمرارية حركتها أو استمرارية حياتها بتغذي نفسها كمان. سبحان الله. فبتغذي نفسها عن طريق شو؟ بتغذي عن طريق الشرايين الإكليلية. هالشرايين الإكليلية هاي اللي بتطلع من الأبهر وترجع على جدران القلب من الخارج، يعني من الخارج مشان تغذي العضلة القلبية، مشان العضلة القلبية تقدر تقوم بعملها. سبحان الله. فهالشرايين هدول لما بيتراكم فيها المواد الضارة أو الكوليسترول وغيرها بتسكر الطريق يعني جزئيا أو أمام دخول الدم إلى عضلة القلب لتغذيتها. هاي بنسميها نقص تروية، لأنه تروية الدم لهالعضلة بتنقص تماما. فنقص التروية كمان في لها مراحل. المرحلة الأولى اللي هي الأتروسكليروز حكينا، يعني الدم
بيفوت إلا العضلة القلبية عبر الشرايين، بس الشرايين مو مسكرة لسه، يعني بشكل يأذي العضلة القلبية أو تضر العضلة القلبية. يعني هي بدون أعراض. المرحلة اللي بعدها بقى بتجي الأنجينا أو الستينوكارديا أو الذبحة الصدرية. هاي بقى ببلش تتسكر الشرايين بنسبة معينة، مثلا افترضنا نسبة 50%، فبيبلش بيعطي أعراض. والأعراض هاي شلون بتكون أغلبيتها على الجهد، يعني تمام. بعد عمل فيزيائي. بعد العمل الفيزيائي بيبين انه المريض بيشتكي من ألم صدري مثلا. نعم. فهذا الألم الصدري هذا هو عبارة عن خناقي، من هون جاي كلمة خناق صدر. نعم. فلما يوقف المريض عن متابعة المشي مثلا، الوجع بيروح تمام فورا بيروح. فهذا غالبا، طبعا ما في شيء 100%، غالبا يكون اسمه هذا خناق صدر. تماما. على المشي، على الجهد، على طلع على الدرج مثلا، يعني في طبعا طبعا شوف بقى الخناق الصدر هذا بقى او الذبحة الصدرية في له كمان انواع. ايه، في نوع مستقر ستيبل انجينا بنسميها، وفي غير مستقل انستيبل، وفي عندك بريزميتال. يعني هدول الشائعة هن هدول الثلاثة. طيب دكتور، كيف يعني شو بنعني انه انتم كأطباء لما بتسموا انه هذا خناق صدر مستقر، يعني شو بتشرحوا لمريضكم انه هذا شرحه، يعني كيف بيكون هلا شكله المستقر؟ يعني شلون صاير الخناق؟ لما يعني هلا لما العضلة القلبية كل ما تطلبت غذاء أكثر، نعم نعم، كل ما لازم بيكون الشرايين بتكون موسعة أكثر مشان يوصلوا لها الغذاء المناسب. تماما. فإمتى العضلة القلبية بتطلب أكثر؟ على الجهد. صح. مزبوط. صح. لما أي عمل فيزيائي أو أي جهد، يعني سواء كان مشي، سواء كان ركض، سواء كان عمل مجهد مثلا، عمل مجهد، سواء كان مثلا صعود للطابق ثاني ثالث رابع، القلب يبلش يشتغل زيادة. نعم. يشتغل زيادة ليش؟ مشان يوصل لأعضاء الجسم كفايتهم من الدم. وهي كمان مشان تاخذ كفايتها من الدم. صح. تمام. فبهالحالة هاي لما بهالجهد هذا صار ألم صدري، ألم صدري خناقي خلف القص طبعا، هذا معناته الدم الكافي ما بيصل للقلب، فالقلب ما يقدر يحكي يقول والله ما يصلني الأكل المطلوب. صح. فشو بيعطي؟ بصير وجع. تماما. هذا بنسميه مستقر. ليش مستقر؟ لأنه على المشي يصير الوجع. تماما. الغير مستقر بقى الغير المستقر تقدر تشبهه باحتشاء العضلة القلبية. أيوة. يعني الغير مستقر هو الأخطر من المستقر. ليش؟ لأنه الغير مستقر الإنسان يكون قاعد، لا عمل فيزيائي ولا جهد ولا من يحزنون. إيش بيصير معه؟ بيصير معه ألم صدري. طب يا أخي، ما على أساس أنه القلب لما بيسوي جهد بده غذاء. طب القلب هلا ما يسوي جهد، صح، ليش صاير معه ألم صدري؟ فهذا خناق صدر غير مستقر. نعم. لما يكون الاستجابة بألم صدري، لما الاستجابة عن الجهد بألم صدري، هذا مستقر. هذا لأنه هاي عادته هيك. تماما. العادة هاي هي خلص. وإنما غير مستقر اخترق العادة. تمام. فسموه غير مستقر. شكله هذا هو يعني. هذا هو. إيه. طبعا في نوع تاني برينسميتال. برينسميتال هاي لما بيصير بقى مو انه في انسداد باحد الشرايين، لا، هون صاير سبازم، تشنج صاير بالشرايين طبعا الكبيره، مو الصغيره، الشرايين الكبيره. نعم. اللي قطرها كبير يعني. تماما. فصاير تشنج. بيصير تشنج مثلا بيطول
بيطول فترة معينة والشريان بيرجع وضعيته الطبيعية، لوضعه الطبيعي. تماما. هذا بنسميه برينس ميتال. تماما. ايه. فاذا الخناق الصدر النوع الخطر هو النوع اللي بنسميه غير مستقر. غير مستقر، هذا unstable angina، لانه هو تقدر تقارنه باحتشاء العضلة القلبية. تماما. infarction. تماما. طيب دكتور، اسباب حدوث هالحالة هاي، يعني ضمن شرحكم بظن يعني ذكرت هيك شوية تلاميح، اسبابها شو هي؟ هلا في اسباب عندك وفي عوامل كمان. تماما. ايه، يعني من الاسباب ومن العوامل نقدر يعني نجمعهم مع بعض، الاسباب والعوامل. تماما. ايه، طبعا اول سبب، طبعا الاسباب كل مرض، اي مرض من كان عماد بيكون ذو خلفية وراثية. ممكن أيوة. والقلب فمن ضمن الامراض القلب يعني. نعم. فاسباب وراثية هذا لا نقاش فيه. ايه، حتى القريب العادي الوراثة بتلعب دور فيه. ايه. صح. فمن الاسباب طبعا والعوامل اللي رئيسية اللي بتؤدي الى حدوث نقص تروية قلبية بشكل عام، لانه قلنا انه الانجينا او الخناق صدر هذا هو المرحلة الثانية من النقص التروية القلبية. فالنقص التروية القلبية بشكل عام أسبابها وعوامل الخطورة عندها، العوامل اللي بتؤدي إليها هي واحدة يعني. فمن هيك بدنا نعدهم نحسبهم بوحدة. طبعا الأول من بداية كان السبب الرئيسي هو التدخين. تماما. ولكن السبب الرئيسي حاليا ليس التدخين. أيوة. وإنما هو الهيبوديناميا، يعني قلة الحركة. صح. تمام. مرض العصر هذا مرض العصر. صح. ليش؟ هلا في عندك مرض السكري، مرض الضغط، مرض القلب، بيقول لك هدول امراض الدول المتقدمة. تماما. ليش؟ تماما. لانه صار في طاولات وكراسي. تماما. ما عاد في فلاحة بالارض، وما عاد في شغل مجهد. تمام. الشغل المجهد لما كانوا يشتغلوه بالبساتين، ويمكن حكوا لك مثلا اكيد اجدادنا اجدادنا حكوا انه كانوا يشربوا سمنه. صح ولا لا؟ صح. يشربوا سمنه وهن عم يشتغلوا. بالضبط. وما كان يصير في شيء. ليش؟ تماما. لانه الجسم كان يتخلص منه. كان بيحرقوا. تماما. إيه، هلا قاعدين ولا حركه، اكل شرب، وطبعا الغذاء غذاء كمان اغلبيته غير صحي. يعني بيكون كله نواشف، سندويشات. نعم. وجبات سريعه هذا كمان بيأثر يعني. هدول غير صحيه. معلبات. تمام. بياكلوا بيتقلوا بالاكل، ورياضه ما في رياضه. صار الاغلب عنده سيارات، صار اغلب عنده وظيفته يعني كلها جلوس وراء المكاتب. تماما. هذا اللي بيؤدي الى هالامراض العصريه هاي. طبعا هذا الهيبوديناميا السبب الرئيسي، السبب الاساسي. بعدين بيجي عندك التدخين عندك بيجي بالمرحله الثانيه. طبعا بيقول لك كل سيجاره بيشنج الشرايين حوالي 2 دقيقه، يعني حوالي دقيقتين. فانت احسب اللي يدخن علبة دخان أو علبتين باليوم. نعم. إيش قد بيتشنج الدخان عنده كتير، الشرايين عنده عدا يعني بيسوي تصلب بالشرايين نفسهم. صح. طبعا ما بدنا نفوت عمل الدخان شو بيسوي. صح. بس هيك بنذكر شيء يعني. تلميحة يعني إنه الدخان بيأثر تأثير مباشر على الشرايين الجسم، وخاصة الشرايين الإكليلية. أيوة. خاصة الشرايين الإكليلية. لهالسبب هذا أنه الدخان بيعتبر السبب الثاني لحدوث الخناق الصدر أو نقص والوراثة وعوامل ثانية. والوراثة في عندك. بعدين في عندك الغذاء الغير منتظم. بيجي عندك الغذاء الغير منتظم. يعني مثلا الفطور اليوم يكون الساعة 8، بكرة يكون 10، بعد بكرة الساعة 6 الصبح. ما في يعني تنظيم بالوجبات. صح. إيه. عدا ذلك الإفراط في الطعام. يعني هلأ إيش طعام بيكون لازم الإنسان يأكله، ولكن كله بمقادير. يعني ما يصير إنه الإنسان
يتقل على المعده، صح. بيعطيه كميه زياده. يعني هذا التفاح، مو التفاح بيعتبر مثل ما بيقولوا فاكهه القلب، صح. بس اذا تكتر من التفاح مو منيح. اكيد صح. فايش من كان اي اكله كانت لازم ما تفرط فيها، ما يعني الافراط مو منيح، بيأثر على الجسم كلياته، لانه الجسم ما يلحق. هلا الميتابوليزم اللي بيشتغل بالجسم يعني ما بيلحق. مثل مصنع مثلا تعبيه مثلا افترضنا الشيء الفلاني مواد اوليه ما تشوفه صح. يوقف شوي، يعني بجهد، عم يشتغل بجهد. فهذا نفس الشيء جسم الانسان يعني. الافراط في الاكل اذا كمان من الاسباب والعوامل اللي بتؤدي الى حدوث نقص الترويه القلبيه. عدا ذلك طبعا الانسان اللي ما يراقب تحاليل الدم عنده، يعني بيكون عنده الشحوم عاليه، الكوليسترول عالي، الخضاب عالي، وهو مو منتبه. فاذا التحاليل الدوريه لازم ينعمل لهالانسان. غير ذلك البدانه ايضا، البدينين كمان معرضين اكثر من غيرهم للامراض النقص الترويه القلبيه. يعني هل بداني طبعا حلها شو هي؟ انه بالرياضه كمان، او تخفيف من نظام غذائي معين، نظام غذائي معين، خضوع لنظام تمام. الجنس الذكري، الجنس الذكري معرض اكثر للنقص الترويه اكثر طبعا للعمر 50 سنه. ايوه، يعني كل 3 رجال بيجي مرة واحدة. ايوه، لعمر 30 سنة. بعمر 30 سنة عفوا 50 سنة بيصير النتيجة 1 ب1 تماما. بعد 50 سنة بيصير النسوان بقى أكثر من الرجال معرضات لنقص التروية القلبية. طبعا والسبب معروف ليش؟ تماما، بسبب العادة الشهرية عند المرأة. تماما. لأنه بعد ما توقف العادة الشهرية يبلش بقى شو بيصير؟ ديس بالانس بالكوليسترول والشحومات والكلس، يعني ما عاد يصير انه هدر وفرز مثلا. تمام، هدر وفرز الكوليسترول والشحومات والكلس، بيصير في تزايد. الكوليسترول بيزداد، الكلس بيزداد عندهم، وبيكون معرضات لنقص التروية القلبية. طبعا هدول هن اكثر الاسباب. والسبب المباشر هن الخسرات. طبعا شو هو؟ مثلا بيكون في امراض بالشرايين مثلا، افترضنا التهاب وريد خثري مثلا صاير، معرض انه الخسره ما تنطلق وين؟ للدماغ، ومعرض انه تنطلق للشرايين الاكليليه للقلب يعني. بعض المرضى اللي عندهم خلل في عوامل التخثر، يعني بيتخثر الدم عندهم، هدول كمان معرضين انه هالدم المتخثر هذا بينطلق وبيسكر احدى الشرايين الاكليليه وبيؤدي الى نوبه نقص ترويه قلبيه. تمام. إيه؟ يعني بشكل عام هدول هن الاسباب والعوامل اللي بتؤدي الى نقص. رح اذكر مستمعينا للي عم يسمعونا، انتم هلا عم تسمعوا اذاعه بوير اف ام، برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو دكتور علي تاج الدين، اختصاصي بالامراض القلبيه. عم نحكي اليوم عن الذبحه الصدريه، عواملها، اسبابها، وكثير من المحاور رح نناقشها. طبعا دكتور، الاعراض اللي عم تظهر على مريض الذبحه الصدريه. هلا الاعراض طبعا تقدر تحاصر العرض بشكل عام بألم صدري خناقي خلف القص. هذا الألم الصدري طبعا ايمتى بيصير على الجهد اللي قلنا هذا بالمستقر. يعني الانسان طبعا حسب الامتار اللي عم يمشي، مثلا احيانا بيمشي 500 متر بيوقف، ما يقدر يتابع المشي، بيقول صار وجع بالصدر. يوقف شي 5 دقائق الوجع بيروح. ايوه. يتابع المشي مرة ثانية، شي كمان 500 متر كمان بيصير وجع. ايه. فطبعا علميا شلون بدك تعرف انه هذا ألم خناقي ولا لا؟ اذا يكون حبة نيتروغليسيرين، هذا الموسع الاكليلي، يعني يوسع الشرايين الاكليلية، تحط حبة تحت لسانه. ايوه. اذا راح الوجع معناته هذا 100% خناق صدر.
بيوجهك للتشخيص هذا. تمام. انه هذا خناق صدر، بينفي كل الشغلات تمام. الثانيه. صار توسع بالشرايين والوجع راح. ايه هذا طبعا الالم الصدري. احيانا مع الالم الصدري ايش بيصير؟ بيصير تنمل باصابع اليد مثلا، بيصير تنمل بالكتف، صح. بيصير تنمل بال مثلا بالدقن كمان بيصير تنمل. نعم. تنمل، صح. ايه. واحيانا كمان بيصير وجع مو بايد واحد. نعم. بيصير الوجع بيتوزع على ايد اليسار واليمين. ممكن. نعم. ايه يعني هدول كمان بيساعدوا فيه. طبعا الغثيان نادر. اكثر شيء الغثيان عند الاحتشاء. صح. يعني بالمرحله الثالثه من النقص الترويه القلبيه. ايوه. المرحله الثالثه لما بيتسكر الشريان بنسبه كبيره يعني هذا بنسميه انه احتشاء عضله قلبيه، انفاركشن. هنيك يكون الغثيان من احد العوامل، من احد الاعراض الظاهره يعني. عدا ذلك احيانا بيصير خفقان، تسرع. تسرع. يعني اغلب الاحيان مثلا المريض بيجي بقصه تسرع. نعم. يقول انا بيصير معي تسرع، عم بمشي شوي تسرع بيصير معي. صح. خفقان بيصير معي. ايه عدا ذلك ضيق نفس. نعم. احيانا المريض يعاني ايضا من ضيق نفس. واحيانا كل هالاعراض مجتمعه. صح. يعني احتمال يكون عرض واحد، احتمال اثنين مع بعض، احتمال 3 اعراض من هدول اللي ذكرناهم مع بعض، واحتمال كلهم مع بعض. ممكن. واحتمال واحد لحاله. صح. كل واحد لحاله. لكل مريض في له يعني تمام. اعراض معينه. اعراض معينه. طبعا هذا المريض اللي بالخناق الصدر المستقر. نحن اصعب شيء تشخيصه عندنا شو هو؟ اللي هو طبعا الاعراض تبعه اللي بتشخصوا انه هذا خناق ولا لا، هو الخناق الغير مستقر. لانه خناق غير مستقر المريض قاعد وصار الم صدري فجأة. اي فشو هذا؟ بتعرف انت يمكن 50 مرض يسوي. صح. مو مرض ومرضين وواحد 3. فهون بدك بقى تعتمد على التشخيص بواسطة تخطيط القلب، بواسطة اللابوراتوري، بواسطة تحاليل الدم، بواسطة الأجهزة الموجودة يعني. مشان تثبت انه هذا خناق صدر ولا لا. اكيد هي راح نحكي عن موضوع التشخيص. يعني هدول هن اغلب الاعراض اللي الموجوده بالخناق الصدر. تمام. دكتور، طيب عوامل الخطوره اذا الشخص ما تشخص او اهمل حاله ممكن لشو تؤدي كعوامل خطوره؟ هلا الاهمال بالموضوع شو هو؟ مثل ما حكينا هلا، شوف انت مراحل نقص ترويه، مو حكينا مراحل نقص ترويه. المرحلة الأولى أتروسكليروزس، الشريان في انسداد ولكن شيء بسيط 10-20%. على فكرة الأتروسكليروزس يعني الشرايين، الانسداد الشرايين بيبلش من عمر 11 سنة. أيوة. أي من عمر 11 سنة لما الإنسان بقى يبلش إفراط بالطعام. شايف؟ لاحظ أنت بأي عمر هذا. صح. بيصير معهم بيبلش من عمر 11 سنة الأتروسكليروزس، بس ما في أعراض. صح. يعني مو واصله لمرحله انه والله يتسكروا الشرايين بنسبه تعطي اعراض. تماما. فالمرحله الاولى حكينا اتروسكليروز. اذا اهمل المرحله الاولى لوين بدها تتحول؟ للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه اخطر من المرحله الاولى. المرحله الثانيه اللي حكينا هاي شو هي؟ خناق صدر. اللي هلا موضوع نقاشنا اليوم هو خناق صدر او الانجينا من مراحل نقص تروية القلبية. طيب إذا الأنجينا أنت أهملتها، خناق صدري يعني ذبحة صدرية، إذا أنت أهملتها لشو بدها تتحول؟ بدها تتحول لاحتشاء عضلة قلبية. نعم. لجلطة يعني. تماما. انفاركشن. خسرة جلطة. طبعا. نعم. ليش؟ لأنه بده يزداد انسداد التراكمات. طبعا تراكمات بدهم يزدادوا بالشرايين. أيوة. والانسداد بيصير أكتر. يعني بيسكر لك الشريان نهائي. تماما. فالحل شو هو؟ الحل انه هالانسان هذا يعني مراقبة دورية للانسان ضروري. مطلوبة. كل 6 اشهر. كل 6 اشهر. لانه اغلب الناس مثلا بيقول لك والله صدري يوجعني،
قل له روح على الدكتور، بقول ده يلا ما في ما داعي. في شيء، ما في شيء، رح شهر تمرض شهرين سنة سنتين لحاله. لحاله يطيب. ما طاب ما لحاله، حتى لو لحاله يطيب تتأزم. تتأزم. لأنه هلا الآن جينا على فكرة الخناق صدر احتمال يعطي عرض معين مثلا فترة معينة، وبعدين لحاله احتمال ما عاد يعطي الأعراض. تماما. بس هو موجود. فإذا أنت لازم تفحص حالك، تفحص حالك عند الطبيب أقل شيء كل 6 أشهر، تحاليل، تخطيط قلب، إيكو قلب. طبعا إيكو قلب مو بالضرورة كل 6 شهور، كل 6 أشهر، كل سنة يكفي. نعم. تمام. فهالمراقبة الدورية ضرورية عند طبيب القلبية، يعني مشان إذا في شيء يلحق يعني. تماما. فإذا أهمل هالحالة هاي فالشرايين بيزداد الانسداد عنده وبيتحول إلى مرحلة معقدة أكثر منها، تماما. اللي هي مرحلة الاحتشاء. طبعا إذا استمر هيك فبقى شو بيصير؟ يعني أنت تصور العضلة القلبية ما بيصل لها الأكل الكافي تماما، ما شو عم يصل بده يصير؟ التروية ما المناسبة، يصل لها التروية المناسبة، رح تصير في ضعف. فبده يصير ضعف بهالعضلة القلبية. نعم. فهالضعف هذا شو بده يسوي؟ بيسوي ضيق نفس. نعم. أحيانا يمشي شوي يقول ما أقدر، ضيق نفس. بالاستلقاء بده يستلقي، مع الألم يتشطح. الصدري، مع الألم الصدري أحيانا بيصير معه ضيق نفس وهو متشطح ما يقدر ينام. بيصير وزمات برجليه، أيوة. بيصير وزمات بالبطن، أيوة. بيصير وزمات بالصدر. فهدول كله علامات شو؟ علامات ضعف بالعضلة القلبية صار. وهي نتيجة شو صارت؟ نتيجة خناق صدر، نتيجة الذبحة الصدرية غير مدروس الغير والغير مراقب. مدروسة والغير مراقبة والغير معالجة. نعم. هذا يؤدي إلى يعني يؤدي إلى أمراض يصعب انه تعالجها بقى. صح. لانه شوف بقى انت تطلع اذا صار ضعف بالعضله القلبيه ووصل عنده الانجكشن فراكشن او قوه القلب يعني وصل لعنده 25 30، شو بدك تعالجه من بعدين؟ نعم. يعني هو لازم يكون فوق ال50 قوه القلب. اذا وصل صار ضعف لمرحله مثلا لمرحله صعب يعني ما بيصير عكوس بقى، ما تقدر. دكتور اذا انقطع لمده معينه، لسنه معينه او لفتره معينه الترويه على الجزء اللي المطلوب، ممكن ان يكون يصير في تموت او ضعف، يعني انه بصير في قلص بهالعضله الجانب هذا. تمام. هو لما يصير هلا شوف هلا بنيه العضله القلبيه طبعا في شرايين مساعده كمان. ايوه. هلا مثلا شريان ما نقول لك هلا شرايين القلب هن شريانين اساسيات. نعم. هو الايمن والايسر. ايوه. الايسر عندك بيتفرع لشريانين. نعم. اللي هو السيركمفلكس المنعكس. نعم. واللاض الامامي، امامي نازل بنسميه، والايمن. لهم فروع طبعا. فاذا احد الشرايين تسكر، في عندك شرايين الكمونيكان بنسميه، هن شرايين نايمه. ايوه. نايمه ما لهم وظيفه الا بهالحالات هاي بيعطي دم راجع. أيوة. يعني من شريان ما شوف يجي عليه ضغط معاوض، يعني بيعاوض، بس يعاوض مو مثل الشريان أكيد الاساسي بيعاوض بنسبه اقل، يعني بنسبه اقل. يعني وكانه بيعاوض لبين ما يقول له الانسان انه روح صلح حالك لبين ما اساعدك. تمام. يعني هيك صاير احتياطي يعني. تمام. فلما ما يصل لمرحله معينه عفوا لقطعه معينه الدم بيصير تموت. تمام. بيصير تموت بهذه العضله القلبيه. النيكروزيس بيصير. النيكروزيس هو عباره عن تموت بالعضله بعضله معينه او بمكان معين. وكمان شو بيؤدي الى دم. دم يعني يصير مثل انتفاخ بالعضله. ايوه. يعني هاي تموتت خلاص، يعني ما عاد تنفع. تماما. ما عاد تنفع، حتى لو يسوي قسطره ويفتحوا هالشريان كمان ما عاد يستفيد. لانه صار تموت بالعضله. نحن المهم عنا يعني المهمه الاساسيه للطبيب شو هو؟ انه يصل يساعد هالمريض هذا في الوقت المناسب قبل ما يصير تموت بالعضله القلبيه. صح. طبعا سواء بالدواء، سواء بالقسطره القلبيه،
سواء بزرع الشبكات او حسب الاجراء المناسب لكل وقت لكل فتره لكل من هيك يقول لك انه بالحاله النقص ترويه وبالحاله الاحتشاء وبحاله الاسكيميا بشكل عام الثانيه طبعا مفيده، الثانيه مهمه. نعم. مو دقيقة، ثانية وحدة مهمة يعني. أكيد رح أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا، ما بعرف زملاء من بالبث المباشر إذا في عم يكتبوا إنه راح صوت، ما بعرف إذا رجع الصوت ممكن تتأكدوا لنا إنه الصوت إذا موجود على البث المباشر. أنتوا عم تسمعوا على إذاعة بوير FM على الموجة 103.5. ضيفنا بالاستديو الدكتور علي تاج الدين، اختصاصي بالأمراض القلبية. عم نحكي اليوم عن موضوع الذبحة الصدرية ببرنامج صحتك بالدنيا. فيكم تتواصلوا معنا عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101 أو عبر رسالة عبر البث المباشر بوير عربي وراديو بوير. طبعا نحكي عن موضوع عوامل الخطورة. دكتور، الوسائل التشخيصية اللي عم تشخصوا الذبحة الصدرية بأقسامها. طبعا هلا وسائل التشخيصية للكل هالأقسام هو واحد. طبعا قبل كل شيء بنعتمد على الأعراض. أحيانا الأعراض بيوجهونا مباشر على التشخيص. وبعدين بقى بنجي على وسائل التشخيص. وسائل التشخيص أول شغلة بنسميها بنعملها وهي الضرورية هي ECG، تخطيط قلب كهربائي. على التخطيط بنخطط وبنشوف إذا في شيء ولا لا، تبدلات على التخطيط. الشغلة الثانية اللي بتوجهنا اللي هي الدوبلر، إيكو دوبلر ملون للقلب بنسميه. طبعا إيكو دوبلر ملون للقلب، مو أي إيكو يعني. تمام، خص نص للقلب. تمام، إيكو دوبلر ملون للقلب بنسويه وبيعطيه بيوجهنا. الشغلة الثانية التحاليل اللابراتوري يعني الأناليز. طبعا هدول المغزى منه شو؟ انه التحاليل مو انه والله التحاليل يشخص لي المرض الخناق الصدر، لا. التحاليل بدي اشوف الشحوم شلون، الكوليسترول شلون، الخضاب شلون، السكر شلون. هدول العوامل اللي بيساعد بتفاقم الذبحة الصدرية. تماما. بدي اتاكد منهم مشان يكونوا بالحدود الطبيعية كمان يعني. طبعا تصير عملية ضبط، مشان ضبطهم إذا هن مرتفعين نضبطهم مشان ما يفاقم المرض يعني، ما يأثر على المرض. اللي منيح إلى طبعا لخناق صدر هو اختبار جهد. نعم. طبعا اختبار جهد كمان شو هو؟ اختبار جهد هو عبارة عن مشي. طبعا مثل جهاز الرياضة المنزلي. تمام، مثل جهاز الرياضة، مراقب بالأجهزة. نعم. بالتخطيط ومنراقب الوضع. تماما. طبعا هو على مراحل يعني بيسرع الجهاز. خلال ربع ساعة بيبين معنا إذا هل الإنسان هذا معه خناق صدر ولا مو معه. تمام. ولا الألم ليس قلبيا، الألم أيوة. بيكون خارج القلب مثلا. تماما. العضو مجاور له يعني. عضو مجاور بقى شو من كان هذا. تماما. تشخيص ثاني بيكون. تماما. آخر شيء أحيانا بنضطر إذا ما وصلنا لنتيجة، طبعا إذا كل شيء طلع عنده طبيعي والأعراض موجودة لازم ما يصير إهمال لهالحالة هاي. نعم. بنعمل شو؟ بنعمل الأنجيوغرافيا أو الكرانوروغرافيا أو بالعامية بقولها قسطرة قلبية. القسطرة القلبية لازم تنعمل. نعم. إجراء كمان. طبعا إذا ما وصلوا لنتيجة. طبعا هلا في تصوير تاني هو المولتي سلايد، عبارة عن مثل رنين مغناطيسي هو. بيصور الشرايين الإكليلية. أيوة. هاي كمان نتيجته منيحة يعني. متوفر عنا طبعا متوفر بالمنطقة هون. في حلو. يعني إذا المريض ممكن الطبيب يعني يشخص كنفس نتيجة القسطرة القلبية، نفس النتيجة بيعطي. نفس النتيجة. طبعا هون منيح. ليش منيح؟ لأنه ما في تداخل جراحي يعني. تماما. بس إذا طلع مثلا المريض مثلا افترضنا في نسبة معينة في انسداد مثلا وبده مثلا تحط له شبكة، هذا إجباري بده يتحول على القسطرة. على القسطرة القلبية، هذا إجراء إجباري. هذا شيء ثاني. تماما. فهدول هن الإجراءات اللي بيساعدونا بالتشخيص. وطبعا في أحيانا ما بيتشخص. ليش؟ بقى بعد ما يجرى له القسطرات في بقى عندهم مثلا الشريان مفتوح بس في تشنج، مثل ما حكينا انه في انواع تشنجيه، بيكون في تشنج او بيكون في جسر عضلي
يعني بمعنى في بالعضلة القلبية نفسها افترضنا في ضخامة قلبية، صح. وهالشرايين اللي بيمشوا جوات العضلات هدول تماما هالعضلات بيضغطوا عليهم فبيصير تشنج، تضيق. تضيق. نفس الوصف، نفس الأعراض يعني. فهذا ما تقدر تسوي له شيء يعني. تماما. لا شبكات ولا شيء. ولا تريح له العضله يعني. أيوة. العضله يعني هذا بدها تحاول بالادويه تماما، معالجه دوائيه مثلا. تمام. فهذا هو هدول هن اغلبيه اللي يساعدوا بالتشخيص. اكيد دكتور. طبعا موضوع اللجوء الى بعد ما اذا كان في اكثر من شريان مسكر هذا ما راح نتطرق له، لانه هذا بيصير موضوع مجازات كليه، هذا بحث اخر يعني. تمام. اكيد دكتور. العلاج، وصلنا لموضوع العلاج. هلا موضوع العلاج، العلاج في طبعا حل واحد وفي حلين مع بعض. الحل الاول شو هو؟ معالجه دوائيه. المعالجه الدوائيه قبل كل شيء هو التمييع. صح. تمييع يعني لازم يتميع الدم هذا. بعدين ضبط العوامل الخطوره الموجوده بالدم اللي هن شو؟ فرط الكوليسترول اذا في عندك، الشحومات اذا مرتفعه، السكري اذا موجود، خضاب اذا مرتفع، هدول بدك تعالجهم. يعني اذا الكوليسترول مرتفع بدك تعطي دواء الكوليسترول، يعني ما تخليه هيك. انت هيك بدك تعطي دواء الكوليسترول، بس اذا في ارتفاع بالكوليسترول بدك تنزله للمستوى المطلوب يعني طبيعي. الشحوم نفس الشيء. ضبط سكر الدم ايضا طبعا، لانه سكر الدم هو من الامراض اللي الشائعه اللي بتؤدي الى تراكم في الشرايين الاكليليه. ايوه. ايه، بتؤدي الى نقص ترويه قلبيه، وهي نقص ترويه قلبيه صامته يعني ما بيعطي اعراض تماما. طبعا. فهاي كتير مزعجه يعني. هالملاحظه مهمه كتير. إيه؟ دكتور، انه مريض السكري دائما بيكون عنده خفي الاعراض، لانه عنده موضوع الالم، عتبه الالم ما بيعطي. تمام. طبعا مريض السكري والختيار ايوه، الانسان اللي بيصل عمره فوق 70 سنه كمان ما بيحس بالوجع. والمريض السكري كمان ما بيحس بالوجع تماما. ايه. فضبط الكوليسترول والشحوم كمان حكينا، ضبط سكر الدم. وبنعطي، وفي شغله تانية كتير مهمه ما حكينا فيها، هو ارتفاع التوتر الشرياني. يعني ضبط ضغط الدم. اذا في ارتفاع بالضغط كمان بيؤدي الى خناق صدر احيانا. تماما. ايه، فلازم نضبط ضغط الدم. كمان بنعطيه مثلا ادويه لمعالجه ضغط الدم. تمام. وبنعطي ادويه مضاده مثلا للاريثميه، انتي اريثميك، يعني افترضنا تسرع، خفقان صار معه، خوارج، فبنعطي ادويه كوقايه. صح. اللي هن بالعاده بنعطي حاصرات بيتا يعني. بنعطي. واذا من النوع التشنجي بنعطي حاصرات الكلس، هو منيح للنوع التشنجي. طبعا التسكين ما لازم. موسعات اكليليه كمان بنعطي، من بيناتهم النترات مثل النيتروغليسيرين اللي هلا حكينا عنه. بنعطيهم مشان يوسعوا هالشرايين هذا، لبين ما يصير بقى لهالمريض هذا الوسائل التشخيصيه. صح. بالوسائل التشخيصيه مثل ما حكينا، اذا ما وصلنا للنتيجه بنعمل لهم قسطره. واذا صار اذا بالقسطره بين في تضيقات مهمه، هالتضيقات يتعالجوا شو؟ بالشبكات. نعم. فاذا قلنا علاج احادي، في وعندك علاج ثنائي. علاج ثنائي لما يكون علاج دوائي مع الشبكه، لانه الشبكه نفسه علاج. صح. انت وسعت الشريان، فهذا علاج. والدواء كمان علاج. طبعا هدول بيكونوا مع بعض، يعني ما يصير حط شبكه خلاص يقطع الدواء، ما بيصير. بالعكس، في مميع بده ياخده، لانه حاطط شبكه لمدة 2 أقل شيء، في مميع محدد لازم ما يوقفه. ومميع الثاني ياخده مدى الحياة أكيد، مع ضبط الكوليسترول والشحوم والسكر. مع ضغط الدم. أبدا. هذا هو العلاج. حلو كتير والله دكتور. دكتور، نحن دائما بنختم لقائنا بموضوع نصائح وقائية. ما بعرف إذا زملائنا بالكنترول معنا وقت ما هيك. تماما. بنختم لقائنا بمجموعة من النصائح حتى الأصحاء، يعني حتى اللي ما عندهم، حتى اللي لسه موصلين لمرحلة انه خلاص لازم انتم تزوروا طبيب قلبية، سواء كان في ألم او لا، أو تضبطوا السكر، تضبطوا الكوليسترول والشحوم، موضوع اللي من شوي ذكرته. يعني مجموعة من النصائح رح نختم لقائنا معه.
ما هو النصائح عماد لازم يقول للناس الأصحاء. أصحاء المرضى هني مرضى. المريض لحاله غيشي اخذ ادويته وعنده طبيب تماما. بس الأصحاء مشان ما يفوتوا يعني بهالمرض ويحموا حالهم من هالمرض هذا، هن اللي بدهم النصائح. اكيد. اول نصيحه اللي هو مثل ما حكينا بنرجع على عوامل الخطوره. تماما. نرجع على عوامل الخطوره. تماما. حكينا هيبوديناميا يعني قله الحركه. صح. ما في حركه مو هيك؟ اذا طيب سوي لك رياضه اخي يوميا 20 دقيقه بس رياضه، بيحميك من امراض القلب بنسبه كبيره. دكتور الرياضه هي مشي مثلا بتقصدوها؟ مشي كذا طبعا تمارين. مشي وشوي بيسرع المشي لا لبين ما يتعرق شوي. تمام يعني. دكتور لا معلش عفوا ناخذ تليفوننا قبل انه وصلنا تليفون بنهايه اللقاء، كنا بدنا نختم اللقاء ولكن اجانا تليفون. الو مساء الخير. مساء الخير يعطيك العافيه. اهلا وسهلا، ميت السلامه. ممكن دكتور رضوان، دكتور اهلا وسهلا. دكتور علي، شكرا كثير برنامج اهلا وسهلا من الاول ما شاء الله، يعني معلومات غزيره ومفيده جدا، شكرا كثير يعني. شكرا لك دكتور رضوان. عندنا سؤال دكتور علي، في مرضى فينا مريض جاري عنده الاوعيه عمره حوالي شيء 65 سنه. 65 عنده مجموعه الشرايين تبعه كلها سالكه بس ضيقه. ايوه متضيقه. في اطباء زملاء اصدقائنا قالوا ممكن قسطره ما يمشي معهم. ايوه. في اطباء ثانيين قالوا جراحه، حتى جراحه كمان قالوا باعتبار الشرايين كلها يعني كانوا متضيقه خلقيا او في تمام من العصيده من فتره من شو اسمه هذا التصلب الاوعيه. تمام. لانه الشرايين بشكل عام معظمها صغير، يعني حاله غريبه هي. تمام. فهو هلا صاير بين حاله انه العمليه كمان بيجوز ما يستفيد منها كثير، وبنفس الوقت القسطره ما يمشي حالها. تمام. دكتور علي اعطينا رايه شو يعني ممكن شو مرجح بالعلاج هيك مريض هذا. يا شكرا دكتور على هالحاله هاي حاله. شكرا لك دكتور، شكرا على المداخله. اهلا وسهلا. طبعا القسطره بنعمل للمرضى في حالات بيكون فيها الشريان مترهل مثلا. الشريان المترهل ما تقدر تسوي له شيء. وقلنا لحاله ثانيه لما يكون في جسر عضلي مثل ما ذكرت انه تمام مثل ما حكينا كمان بيضغط على الشريان وبيضيق الشريان، بيعطي نفس الاعراض بيعطي كمان ما تقدر تسوي شيء. فبهالحاله كمان اذا يكون الشريان ضيق فلا شبكه بيفوت لهني ولا عمل جراحي بيزبط. طبعا اذا يكون الشرايين ضيقه كثير يعني خلقيه نعم. او بيكون غالبا خلقيه نعم. او في احيانا بيكون في التواء بالشريان، ممكن في التواء بالشريان كمان ما الشبكه ما بيمشي حالها يعني. إيه؟ تماما. وان شاء الله سلامه بيتعالج بالادويه مثل النيتروغليسيرين دكتور بالعطب هيك حاله. هلا هن النترات نترات حاسرات كلس هون المفيده يعني بتريحوا شوي أكثر. بيريحوا ايه. طبعا النترات مو عندك النيتروغليسيرين بس في عندك بقى نترات اخرى اسامي كثير ما راح نفوت بتفاصيل. اذا ممكن الادويه يعني تفيده بنسبه معينه يعني. طبعا اكيد بده يخفف عنه الجهد هذا والالم الوجع. ايه بنرجع على موضوع النصائح الوقائيه وبنرجع لموضوع اللي من شوي حكيت لنختم لقائنا دكتور علي. طبعا النصائح اول شغله قلنا ممارسه الرياضه ضروريه تماما، يعني اقل شيء 20 دقيقه باليوم. الشغله الثانيه الدخان، يعني ترك الدخان بيكون كتير منيح. بعدين الافراط بالاكل يعني كمان في له تاثيراته السلبيه على الجسم، فيا ريت انه يخففوا من هالافراط هذا. النظام الغذائي اللي بيتعشوا طبخ مساء احيانا في ناس هاي كمان في خربطه فكمان لازم يحطوا نظام غذائي معين يعني. نعم. والاعتماد على طبخ المنزل. يعني مع احترامي لاخواننا اصحاب المطاعم أكيد. بس هل يعني الاكلات السريعه والبطيئه هاي مو منيحه هالاكلات السريعه يعني صراحه. يعني يوم بالشهر مره بالاسبوع مره واحد يضطر مثلا. بقى اغلب العالم كمان موظفين يعني احتمال يكون في عندهم حجتهم انه والله ما نقدر قدر المستطاع بس يعني قدر المستطاع يعني الاكل الطبخ. ويا ريت يكون شوربات، يعني الشوربات كتير مهمة للجسم بشكل عام وللمعدة. المعدة منيحة. الفواكه. أيوة. الخضروات
يعني يكون الاعتماد على هالاكلات هاي كثرة الدهون مو منيحة، يعني الافراط بالدهن مو منيحة. طبعا ممارسة الرياضة كتير كتير مهمة. بعدين يعني فحوصات دورية، يعني فحوصات دورية لأي إنسان كل 6 شهور، يعني أقل شيء تحاليل تخطيط قلب ينعمل. نعم. مشان إذا في شيء مثلا لعمر معين دكتور ممكن تذكر لنا يبلش فيه الشخص عماد المشكلة هلا صاير شو بنشوف هلا احتشاءات عمرهم 20 سنة، صح 40 سنة و20 19 سنة. يعني هلا ما تقدر تقول والله بعد العمر. هلا هو بالعاده يقول لك بعد ال50 سنه. صح. تمام. إيه بس بنشوف يعني حالات كثيره كمان بعمر شباب، يعني نعم. بيجي له النوبات بعمر شباب. ونسينا شغله ثانيه، هل الوسائل الاجتماعي، هل فيسبوك والواتساب هذا كمان بياخذ وقت كتير من الشباب. طبعا وبيسوي ارتخاء بجسم كله، بكل الجسم بيسوي ارتخاء. أيوة. فهذول في له يعني بيأثر سلبا على جسمهم تماما. يعني يا ريت انه يخففوا من يعني هذا ما بدك تقارنه مع الهيبوديناميا ومع التدخين هذا تماما، لانه بيقول لك الانسان اللي ما بيتحرك او ينام 9 ساعات معرض للاحتشاء العضله القلبيه لنقص ترويه قلبيه 70% من اللي عم بيتحرك يعني. صح. فهل وسائل كمان الوسائل لها سلبياتها، يعني لها سلبيات كثير. يعني يا ريت انه خاصه بعمر الاطفال وعمر الشباب يا ريت يبتعدوا عنا. يعني بدل هالفيسبوك مثلا يمارس له رياضه او يمارس شغله ثانيه، تمارين اخرى او تمارين أكيد. شغله يطلع مثلا يركض، يلعب فوتبول، يلعب بيكون يستفاد منه يعني. صح. ألف شكر لكم دكتور علي تاج الدين اختصاصي بالأمراض القلبية على هاللقاء الجميل والنصائح والموضوع الحلو كتير والحضور الجميل. شكرا لك دكتور. يا أهلا وسهلا. شكرا لكم أيضا مستمعينا ومشاهدينا على حسن الاستماع والمشاهدة. أيضا بشكر زملائي هيف وشيرين على البث المباشر والكنترول. كنت أنا معكم عماد خلف من مرة الميكروفون، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. ضلوا بخير وسلامة. صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وأزم. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق سهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليوود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226.